نصيحة لوجه الله، الكابلات الماجنتيك اللي من ماركة بيزوس دي ما تشتريهاش. ليه ما تشتريهاش؟ الكابلات دي اولا البيلد كواليتي بتاعها ممتاز، التوصيل الكهربائي بتاعها ممتاز، واللي مش عارف ايه الكابلات الماجنتيك هو كابل بتركب البنة في التليفون بحيث ان انت لما تحب توصل الشاحن او توصل الكابل تنقل بيانات، وكانت ساعات احيان كتير كانت بتعلق معايا في نقل البيانات وما بتطلعش، لكن كانت في الكهرباء ممتازة. لما بتوصل الشاحن تقوم جاي عامل كده اهو، هو ايه يمسك في التليفون اوتوماتيك. المشكلة بتاعت الكابلات دي ايه؟ ان هي ما هياش اعتمادية. انا اشتريت من الماركه دي كابلين، واحد للتايب سي وواحد لايتنج للايفون، والاثنين باظوا لنفس السبب. وعشان كده انا بحذركم من النوعيه دي من الكابلات، مش الماركه بالتحديد ولكن النوعيه دي من الكونكتورز، لانه ببساطه الكونكتور اللي بيركب في التليفون الجزء اللي بعد المغناطيس على طول بلاستيك. تعالوا اوريكم. بصوا يا جماعه، ده الكونكتور اللي بيركب في التليفون ان كان لايتنج او ان كان تايب سي. الايه اللي انتوا شايفينه سواء لايتنج او تايب سي، الجزء ده الاسمر ده بلاستيك، ده ما هوش معدن. وانا اظن ان لم اكن متاكد ان هم صعب يعملوه معدن، لان هم لو عملوه معدن هيبقى معدن في معدن في معدن، ممكن يعمل شورتج، ممكن يعمل مشكله في الكهرباء، ممكن يعمل حاجات كتير. فهو اظن ان هو لازم يبقى بلاستيك، بس حسب نوعيه برضو البلاستيك، ما فيه حاجات بتبقى قويه شويه. المشكله اللي هتحصل معاك ايه واللي حصلت معايا في الجهازين، مع العلم ان انا كان معايا التايب سي والجهاز الايفون كان مع حد تاني، يعني عشان بس ايه لو انت تقول ان انا استخدامي سيء، لا اولا انا بحافظ على حاجتي. البلاد دي بايظه بقى لها معايا يعني اكتر من سنتين، ولو كنتوا تشوفوا حالتها بالرغم من ان هم ما عادش لهم استخدام عندي، الا ان انا محافظ عليهم جدا يعني ما وعاينهم. السبب اللي خلاني اعمل الفيديو ده اصلا دلوقتي ان انا ايه بدور على كونكتورات او كابلات من نفس فكره الماجنات، طلعوا قدامي في الحاجات اللي انا عاينها، فقلت ما احذركم من النوعيه دي من الكونكتورز. انه زي ما انتم شايفين ايه اللي بيحصل ان المغناطيس ده قوي جدا، مغناطيس قوي جدا زي ما انتم شايفين. مع الوقت لما بتيجي تسحب الكابل من التليفون، الحته المعدن اللي قدامكم دي اللي بتبقى راكبه في الكونكتور واللي بتمسك في المغناطيس زي ما انتم شايفينها كده، لما تيجي تسحب الكابل من التليفون هيطلع الكابل بالحته المعدن، والجزء المعدني ده هينفصل عن البلاستيك. ليه هينفصل عن البلاستيك؟ كل اللي واصل للكونكتور بالحته البلاستيك هو الحته الصغننه دي. طبعا الحته الصغننه دي مع الاستخدام بتتبرى، يعني مع الشد المغناطيس ما شاء الله قوي، فمع ان انت بتركب وتشيل وتركب وتشيل، مع الوقت الجزء المعدني ده بيكسر الحته البلاستيك. طب لما الجزء المعدني ده يكسر الحته البلاستيك ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان انت بقى الكونكتور عندك باظ، وبالتالي الكابل يبقى زي ما انا عاينهم كده ملوش استخدام. المشكله انك لما تيجي تدور على كونكتورز على النت اسعارها بفلوس. طيب ما هو انا المفروض ان انا جايب كابل دافع فيه مبلغ محترم علشان الكابل ده يعيش معايا، مش عشان الكونكتور بتاع الكابل يبوظ. بس الكابل برغم كل الحفاظ عليه وبرغم كل الحاجات دي برضه بيبوظ. ليه؟ لان القطعه البلاستيك دي ضعيفه ما بتتحملش. طب والحل فين؟ هات كابلات دائريه زي دي، كابل دائري زي اللي انتوا شايفينه ده. طيب ده هيفرق في ايه عن الكابل التاني؟ هيفرق ان انت هنا الكابل التاني بيدخل عاشق ومعشوق. يعني ايه؟ يعني الجزء المعدني ده اهو بيخش بالكامل داخل التجويف اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، فبيبقى ممسوك قوي، فلما بتيجي تسحبه مع الوقت بيتاكل بيتبرى. الامر هنا في الكابل الدائري مختلف، ان انت مفيش حاجه بتدخل في حاجه عاشق ومعشوق، وممكن اصلا وانت بتسحبه تحركه يمين او شمال، بحيث ان انت ما تبقاش بتشد عليك، تبقى بتحرك يمين او شمال. دي كانت تجربتي مع النوعيه دي من الكابلات، وانا هدور على كابلات تانية واوريها لكم ان شاء الله لما اشتريها، وبرضه اقول لكم تجربتي عليها. اتمنى يعني يكون الفيديو فادك باي شكل من الاشكال. يا ريت ما تنسوناش من دعمكم. ان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية. سلام عليكم.